انا اتوقع انه هاي المباراة راح تكون اقوى مباراة في دور ال16، لان الفريقين دارسين بعض ويعرفون لعب بعض، واخر مواجهة جمعتهم بكأس العالم ب 2018 انتهت 2-2. لذلك هاي المباراة انا اتوقعها راح توصل للاشواط الاضافية وربما ركلات الترجيح. مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، هاي المباراة سهلة جدا للبرازيل، يعني لا تقولوا لي مفاجآت وهاي السوالف، لا ما اتوقع راح تصير مفاجأة، لان البرازيل راح يدخلون بجدية. المباراة السابقة امام المنتخب الكاميروني كانوا نازلين بالبودلاء. السلام عليكم، اليوم راح نعطيكم توقعاتي لمباريات دور ال16، بس هاي المرة لازم اتأنى بتوقعاتي. ليش؟ لأن صارت مفاجآت بدور المجموعات، بس تراني توقعاتي بدور المجموعات كانت هم زينة، يعني أنا جبت 13 من 16، هاي تعتبر نتيجة ممتازة، بس أنا أطمح إنه أحقق العلامة الكاملة بالتوقعات. خلينا نتوقع المباريات باختصار شديد. المباراة الأولى بين المنتخب الهولندي والمنتخب الأمريكي. طبعا هذه المباراة سهلة للمنتخب الهولندي، لأن مثل ما تعرفون المنتخب الهولندي أكثر خبرة، أكثر انسجام، السكواد مالته أعلى من المنتخب الأمريكي، وما أعتقد إن المنتخب الأمريكي راح يحقق مفاجآت بهاي المباراة، لذلك أنا راح أكون مع المنتخب الهولندي. المباراة الثانية بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأسترالي. طبعا هاي المباراة سهلة جدا للمنتخب الأرجنتيني، وما أتوقع راح تصير مفاجآت، لذلك راح أكون مع المنتخب الأرجنتيني. المباراة الثالثة بين فرنسا وبولندا. طبعا على الورق ونظريا المنتخب الفرنسي هو الأقرب للترشح، ولكن ممكن الحظ يلعب دوره مع المنتخب البولندي مثل ما صارت وياهم بدور المجموعات. أنا عن نفسي أتوقعها للمنتخب الفرنسي. المباراة الأخرى بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب السنغالي. هالمباراة فنيا راح تكون عالية جدا، أنا عن نفسي أتمناها للسنغال، لكن أتوقع خبرة الإنجليز أقوى بمثل هيك مباريات، وهم اللي راح يتأهلون الدور المقبل. ومباراة اليابان وكرواتيا، هاي المباراة راح تكون قمة من القمم، لأن الفريقين مستواهم شوية متقارب. طبعا المستوى الفني للمنتخب الكرواتي أعلى، لكن اليابان روحهم القتالية أعلى، يلعبون ببلد آسيوي، هذا ممكن ينطيهم دافع أكبر من المنتخب الكرواتي. تغلبوا على ألمانيا، على إسبانيا، طبعا صعبة جدا توقع هاي المباراة، لكن أنا راح أجازف وأكون مع المنتخب الكرواتي. هسه نيجي لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية. هاي المباراة سهلة جدا للبرازيل، يعني لا تقولوا لي مفاجآت وهاي السوالف، لا ما اتوقع راح تصير مفاجأة، لان البرازيل راح يدخلون بجدية. المباراة السابقة امام المنتخب الكاميروني كانوا نازلين بالبودلاء، الصراحة ما كانت عندهم جدية بالمباراة، لكن هاي المرة راح يتغلبون على كوريا، واعتقد نتيجة كبيرة همين. وقمة مباريات دور ال16 بين المنتخب الاسباني والمنتخب المغربي. انا اتوقع انه هاي المباراة راح تكون اقوى مباراة في دور ال16، لان الفريقين دارسين بعض ويعرفون لعب بعض، واخر مواجهة جمعتهم بكأس العالم ب 2018 انتهت 2-2. لذلك هاي المباراة أنا أتوقعها راح توصل للأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح. المهم إنه الفريق الفايز أنا أتوقعه راح يفوز بفرق هدف واحد فقط، لكن منو اللي راح يفوز؟ صعبة جدا التوقع بهاي المباراة، لكن أنا أشوف إن لويس إنريكي ما راح يضيع على نفسه فرصة التأهل لدور الربع النهائي، وأشوف إنه إسبانيا أقرب بنسبة 1% للتأهل على حساب المغرب. والمباراة الأخيرة بين المنتخب البرتغالي والمنتخب السويسري. هاي المباراة أيضا راح تكون صعبة جدا على الطرفين، ولكن أنا أشوف أنه المنتخب البرتغالي هو اللي راح يحسمها. هذه هي الفرق الثمانية اللي أهلتها. اكتبوا لنا بالتعليقات توقعاتكم، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب أو المتابعة. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.